قسما بالله يا مازن لو ما سبت اللي في ايدك وبطلت تلف حوالين نفسك وقعدت على المذاكره ما قمتش لا هجيلك بالشبشب. الامتحانات قربت وبطننا ابتدت تكركب، ضغط وتوتر وخوف وخناقات في البيت ليل ونهار ومش لاحقين نعمل اي حاجه، لدرجه ان انا بعمل لهم شوربه عدس عشان يتدفوا وانا بكلمكم. ازاي بقى نحاول نعدي الفتره دي على خير علشان ما تخسريش عيالك وبيتك؟ هغسل العدس واجي اقول لكم. اول حاجه لازم نفكر فيها احنا عايزين ايه من ولادنا الفتره دي. اكيد عايزينهم يتفوقوا في دراستهم ويفوقوا ويبطلوا سهر ويصحوا بدري عشان يلحقوا اليوم من اوله، وما تنسوش تخليهم يصلوا الوقت بوقت. وما لاقيش واحده تقول لي لما ابنها يبقى متاخر في المذاكره انا هديله بالجزمه. انا عارفه ان العيال مستفزه لابعد ما تتخيلوا، بس ساعات الشده ممكن تجيب نتيجه عكسيه، لان العيال لما بتتعرض لضغط بيبتدوا ينسوا حاجات كتير من اللي بيذاكروها لانه بيبقى فيه توتر، خصوصا بقى الاولاد الكبار ثالثه اعدادي وانت طالع. ما ينفعش باي شكل من الاشكال تضربيه، هم خلاص كبروا على الضرب، ده بقى راجل جنبك. اتكلمي معاه مره واثنين وثلاثه على سنه راجل كبير وفاهم مصلحته. عارفه ان العيال مقرفه وما بتفهمش، بس ده مهم عشان يحسسهم بالمسؤوليه. طب واحده تقول لي اعمل ايه يا ولاء؟ اطنشهم؟ هقول لك برضو لا، اوعي تفكري انك لما تطنشيهم هيذاكروا. احب افكرك ان سياسه التطنيش دي هتخلي العيال تسقط. طب انت كده لخبطتيني يا قروبه، اعمل ايه؟ تهدي كده بالله واهدي وانت بتتعاملي معاهم وانت بتفكري كمان تعملي ايه معاهم، وتعاملي بشكل هادي وايجابي، بلاش عصبيه. برافو يا حبيبي، شاطر يا بابا، شد حيلك، كلام ايجابي طول الوقت. طبعا كده كده كلنا بندعي لهم بالهدايه وان ربنا يوفقهم في حياتهم. انا عايزاكم تفكروا في المذاكره بشكل مختلف وتبتدوا بنفسكم عشان تنقلوا الثقافه دي لاولادكم. لازم العيال تبقى بتذاكر علشان تستفيد في حياتها العمليه، مش بندش ونحفظ علشان نروح نرميهم في ورقه الاجابه وخلاص. التعليم مهم، يعني وهو بيذاكر عربي لازم يبقى عارف ان التعليم ده هيفيده طول حياته، وكذلك في الرياضه والعلوم والانجليزي بيتعلم علشان التعليم مش بيتعلم علشان الامتحان وينجح وخلاص. حلو الكلام اللي انا بقوله ده؟ زي الفل. نعمل ايه بقى؟ انا بتعصب جدا لما اقول للعيال يقعدوا يذاكروا ويطنشوني او يسيبوني اخرج من هنا ويفضلوا نايمين للساعه 2 3. بتعصب وبتعفرط وبتكلم في التليفون وبزعق، بس في الاخر برجع. ما هو انا لو ما استخدمتش الهدوء مش هنوصل لحاجه. اهم حاجه لازم نكون واقعيين مع اولادنا وعارفين مستواهم ونبقى عارفين قدرات ابننا او بنتنا كويس، وبلاش نضغط على اولادنا ان هم ما بيحبوش المواد العلمي علشان خاطر يبقى دكتور ولا مهندس وهم بيحبوا المواد الادبي. يدخلوا اللي بيحبوه علشان يحققوا فيه. وانا قلت الكلام ده اكتر من 100 مره قبل كده وبقوله تاني عشان ما تضغطوش على اولادكم تاني، وبلاش الاماني والاحلام اللي انت عايزه تحققيها في ولادك. هجيب الميه بقى واجي اقول لكم على اهم حاجه، بلاش المقارنات. ما تقارنهمش بابن عمتهم وابن خالتهم اللي جاي بتجيب من دول وهم لسه. كل واحد ربنا مقسم له رزقه، وربنا خلق كل الناس لهدف معين وخلق كل واحد ليه طريق بيمشي فيه، هو ده نصيبه ورزقه. بس احنا علينا السعي، احنا نوجههم وندفعهم للمذاكره انهم يهتموا وهم يجتهدوا، وربنا ان شاء الله هيكرمهم، لان النتيجه في الاخر بتاعت ربنا والطريق اللي هيمشوا فيه بتاع ربنا. انا والله بحس ان احنا اللي بندح مش العيال. وارجوكي لو سمحت انت وجوزك بلاش خناقات في امتحانات العيال، اجلوها شويه. هتقولي لي ده هو اللي بيتخانق وبتاع مشاكل وبيجر، اقول لك لا معلش، فوتي له في ايام الامتحانات، عديه. واهم حاجه بس والنبي خليهم ياكلوا ويناموا كويس علشان تركزوا، وربنا يعدي الامتحانات دي على خير. انت ايه اللي جابك هنا؟ تشرب الميه قطعه. قسما بالله يا مازن لو ما سبت اللي في ايدك وبطلت تلف حوالين نفسك وقعدت على المذاكره ما قمتش لا هجيلك بالشبشب.